هما كام يوم وهتاكلوا أحلى وأطعم ملوحة بالسردين. ناس كتير ما يعرفوش الطريقة الصحيحة لتخليل السردين. النهاردة هقولكوا على الخطوات كده باختصار اللي هتطلعوا معاكوا كده ناعم ودايب ولونه وردي وجميل، وكمان ما تقلقوش هقولكوا ازاي تاخدوا على أي ريحة ممكن تطلع منه، مش هتحسوا أصلا إن انتوا خللتوا سردين. وكمان هقولكوا على الطريقة الصحيحة اللي هتطلعوا معاكوا الملح بتاعه مظبوط على الشعرة. بس قبل ما نبتدي وصفتنا بتمنى من كل قلبي تعملوا بس لايك للفيديو. هنا كان عندي كيلو من السردين، انا جبته وغسلته كويس جدا جدا، وخلوا بالكم لما تغسلوه افتحوا الخياشيم بتاعته علشان الميه تدخل جواها، علشان ما يبقاش فيه ريحه غير مستحبه، لازم ننضفه كويس. وانتوا بتغسلوه بالراحه عليه علشان السردين من الاسماك الرقيقه جدا، كمان احنا مش بنقشره، بنخلله بالقشر اللي عليه. انا غسلته كويس جدا جدا، وبعدين بعد ما هنغسله بالميه تحت الحنفيه لغايه ما تبقى الميه بتاعته زي الفل، هنجيب مصفى وهنوقف السمك كده على بوزه كله علشان يصفي بواقي الميه اللي فيه. هسيبه كده تحت المروحه او في الهواء حوالي 3 ساعات او 4 ساعات لغايه ما ينشف خالص، اهم حاجه لازم ينشف خالص من الميه. وبعدين تعالى اقولكم على الخلطة اللي هتخلي طعمه رائع وكمان مظبوطة جدا جدا. احنا بنخلي السردين بالملح الخشن اللي بيتباع عند العطار. انا اخدت 6 ملاعق كبار من الملح الخشن، هضيف عليهم ملعقة كبيرة من البابريكا، وملعقة كبيرة من الكركم، وملعقة كبيرة من الشطة، والشطة اختياري، عايزين تقللوا او تكتروا طبعا براحتكم. هخلطهم كويس جدا جدا مع بعض، والطريقة دي التمليح بتاعها بيطلع مظبوط جدا جدا. تقدروا تخللوا في اكياس زي ما انا هعمل كده، او ممكن في برطمان ازاز. اهم حاجه لازم تلتزموا بس بالخطوات اللي اقولكوا عليها. بنرش الاول كده شويه من الخلطه بتاعه التمليح دي في الكيس في الاول قبل ما نحط فيها السمك، وبعدين هنمسك كل سمكه كده ولازم نغلفها بالخلطه دي اللي هو خليط التمليح اللي احنا عملناه دلوقتي، علشان ما يطلعش منها اي ريحه. وبنحط السمك كده خلف خلاف، يعني راس وديل وراس وديل، وما بين كل طبقة والتانية لازم نرش رشة كده من الخليط بتاع التمليح. بالطريقة دي مش هيطلع له اي ريحة وانتوا بتخللوه. وكمان ما تقلقوش الملح الخشن ده ما بيخليش الملوحة تبقى مالحة قوي معاكم، بالعكس بيبقى التمليح بتاعها مظبوط جدا جدا. واخر شوية ملح هيفضلوا احنا بنرشهم كده على السمك، ما تقلقوش مش هيملح معاكم ابدا ابدا. وبس كده. اخر حاجة انا بعملها بعد ما بسوي الاسماك دي، بحط عليها حوالي تلت كوباية من الزيت. الزيت ده بيخلي السمك يستوي بسرعة، وكمان ما يطلعلوش برضو ريحة، يعتبر مادة حافظة، هو وباقي المكونات دي كلها مواد حافظة. وكمان لو حابين المية بتاعت الملوحة، الناس اللي بتحب تاكل فيها اهو، اضافة الزيت للملوحة بيخليها تنزل مية جميلة كده منها، فممكن تاكلوا منها لو انتوا حابين. اهم حاجة بصوا احنا بنحط الملوحة دي في حوالي 10 او 11 كيس علشان ما يطلع لهاش اي ريحة برضو. وبعدين بالسوليتيب كده بنغلفها كويس جدا جدا، واعملوا القفلة بتاعتها محكمة خالص. بالطريقة دي هتستوي بسرعة معاكم، وكمان مش هيطلع لها اي ريحة، ما تقلقوش. وزي ما قلت لكم ممكن تخللوها في برطمان ازاز، مش ضروري تخللوها زي ما انا عملت كده. بصوا بقى كل يوم الصبح هتقلبوا الكيس على الناحية التانية، بنقلبه على الاربع اتجاهات علشان يستوي كده بالتساوي. بصوا بقى انا فتحت عليها بعد اسبوعين، بس انتوا ممكن تفتحوا عليها بعد 10 ايام، وفي ناس بتفتح عليها بعد اسبوع، لكن للامانه انا بستنى 10 ايام. بس انا حصل الظروف وسافرت كده ففتحت عليها بعد 15 يوم، فده كان شكلها. بصوا مستويه ازاي اصلا، يعني مش مستحمله اني امسكها. السردين من الاسماك اللي هي ما بتاخدش وقت طويل في التملحه، بتاخد وقت قليل جدا جدا. بصوا انا خرجتهم من الكيس ورصيتهم في الطبق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعايزه اقول لكم كان نازل في الكيس شويه ميه كتير ومع الزيت والخلطه دي، فممكن انتوا لو حابين تخللوه في برطمان فهينزل منه الميه دي، وممكن برضو في ناس بتحط لها زيت وبياكلوها يعني براحتكم. المهم السردين طول فترة التخليل صدقوني ما كناش حاسين ان احنا مخللين اصلا سردين في البيت، ما كانلوش اي ريحة اطلاقا بكل امانة. بصوا انا هفتح معاكم اكتر من واحدة، شايفين قد ايه مستوية اصلا، يعني كانت بتتقطع كده في ايدي وانا بفتحها. بصوا السلسلة بتطلع برضو حتة واحدة كده، والراس برضو بتطلع حتة واحدة. شايفين لون اللحم بتاعها وردي وجميل ازاي، وريحتها خطيرة. عايزة اقول لكم ريحتها وانا بنضفها يعني كانت خطيرة. اصعب حاجه ان احنا نصور الحاجات دي واحنا صايمين على فكره. بصوا اللحم بتاعها بيطلع من القشره بكل سهوله ونظيفه جدا جدا. كمان عايزه اقول لكم التمليح بتاعها كان مظبوط على الشعره. تمليح الملوحه بالملح الخشن بيخلي التمليح بتاعها يطلع مظبوط. لو ما فيش ممكن تملحه بالملح اللي هو الناعم عادي جدا. بس بدل ما هنضيف 6 ملاعق ممكن تضيفوا 5 ملاعق كفايه قوي.
وزي ما قلت لكم تقدروا تخللوا السردين في برطمان ازاز وتحطوا كل المكونات زي ما انا عملت كده بالظبط بنفس التفاصيل. لكن انا خللتها في الكيس علشان انا بعتقد دايما كده ان التخليل في الكيس بصراحة بيبقى منجز وما بتاخدش وقت كتير، يعني بتستوي اسرع في الكيس بالنسبة لي. لكن لو انتم مش مستعجلين ممكن تعملوها في برطمان ازاز. وطبعا بعد ما تستوي بنحتفظ بيها في التلاجة مش بره التلاجة عشان ما تتهريش منكم، لكن قبل ما تستوي بنخليها بره التلاجة علشان التلاجة بتوقف عملية التسوية. بصوا بقى انا نضفت شوية وحطيتهم في طبق وحطيت عليهم عصير ليمون، وبعدين جبت الطحينة اللي احنا عاملينها مع بعض دي قبل كده فاكرين، خففتها بس بشوية زيت وبعدين حطيت عليها كده من فوق، وبعدين بنحط عليه شوية زيت كده. ومع البصل الاخضر بقى ما اقولكوش الاكلة دي يعني بتضرب في الدماغ. طبعا ما فيش حد فينا اعتقد ما بيحبش الملوحة، وجربوا السردين بجد من اجمل انواع الملوحات اللي هتعملوها، احنا بنحبها جدا جدا لان ما فيهاش ريحة كده نفاذة وخفيفة كمان. بصوا بقى شكله عامل ازاي، انا نضفت الباقي وحطيته في الطبق. طبعا انتوا تقدروا تحتفظوا بيه زي ما قلت لكم في البرطمان من غير ما تنضفوه، او ممكن تنضفوه وتحطوا عليه شوية زيت وتحتفظوا بيه في التلاجة. بصوا بقى انا عملت برضو ملوحة بالبوري، لو انتوا حابين انزل لكم الطريقة اكتبوا لي في الكومنتات، لو شفت تفاعل حلو منكم هنزل لكم الطريقة بالتفصيل. شايفين قد ايه دايب وناعم، واللحم بتاعه نضيف كده وعامل زي الزبدة، اللون خطير بصراحة. لو وصلتوا لغاية هنا متنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، ويا رب طريقتي تكون عجبتكم، جربوها باذن الله هتعجبكم جدا جدا، وعمركم ما هتشتروا الفسيخ ابدا من بره البيت تاني. بحبكم من كل قلبي، ناهد فاروق.